ايوه ايوه ما هو صعب هو لسه مكلمني دلوقتي لا بطل يلا ابو حسن استاذن الشباب بس نرجع ورا الخط شويه يا جماعه بعد اذنكم. الرجاله اللي واقفه على الخط بعد اذنكم نرجع بس ورا عشان نبدا المباراه. يا كابتن علي يا غزال ارجع ورا شويه بعد اذنك. كريم جيب الموت يلعب الكرة جيمي ولكن يمي الطاق يمي الطاق يلعب النهارده اقعدوا يا جماعه لو سمحتوا يا جماعه اقعدوا يا جماعه يا اساتذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اصدقائي المشاهدين اسعد الله اوقاتكم بكل خير. عوده جديده هنا لبطوله دوري طب اسنان لدوري وكاس دكتور حاتم الجندي هنا بالامكانيات الكبيره بالاوضاع الكبيره بالاسماء الكبيره بامكانيات نصف نهائي. وصلنا لنصف الحكايه اخر المشوار غدا ولكن امامنا صراع كبير امامنا امكانيات كبيره قبل الختام. يا ترى من يعطي الافضليه ومن يعطي الاحقيه ومن يعطي نفسه في امكانيات النهائي هنا في نصف النهائي الاول الجامع بين اوترو واصدقائي الشافعي هنا في هذا اللقاء. طبعا القياده والتنظيم لدكتور مصطفى الشافعي نتابع بالرعايه الكبيره لركيب الاطباء دكتور حاتم الجندي ومتواجد دكتور محمد ابو المعاطي وبامكانيات التحكيم كابتن محمد خالد كابتن عرفات وبامكانيات الاسماء لفريق اوترو باسمائه الكبيره بعوده للبيكو بركات هنا بجوار كسبه كريم ندى كسبه الامكانيه امام الشربطلي ويامن الرفقات. الناحيه الثانيه شافعي وليد وامكانيات غزال وعبد المولى وامكانيات الاخر اللاعب الامكانيات الهجوميه عادل ربيع وطبعا لا خلاف على الصغير سنجاوي هنا في هذا التوقيت. الحكم الاخر الصاعد بقوه ولد الكابتن الكبير متواجد زياد مأمون يشاهد ويتابع هنا بامكانيات هذا اللقاء نصف النهائي الاول. لنتابع ونشاهد لقاء الشافعي امام اوترو في انتظار النصف الثاني في انتظار القمه الثانيه الحكايه الثانيه يا ولد الكرم اليسرى نور عوض الناحيه الثانيه حمدي شلبي امام فريق دكتور محمد عبد السلام. بعد هذا اللقاء نصف الحكايه الاول من يعطي الافضليه هذه الامكانيات الاولى كريسمو وربكا بعد الصعود على سميث بركلات الترجيح في لقاء دور الثمانيه. يتابعون اليوم امكانيات النصف النهائي. هذه اللعبه الاولى ولكن الحارس يتابع الحارس يستكمل في اول الكرات لمسه عن طريق الكي هذا كريسمو ولد المنصوره والعمال والامكانيه يعطي شربطلي الهندسه الامكانيه في امكانيات التحرير لمسه عن طريق بركات لكن متابع عبد المولى لمسه ولكن يعمل في الدفاع ولا تعود لكريم ولد ندى لمسه هذه بركات يعطي كريسمو اللمسه ولكن تعدي وتمر وتوصلون امامنا رمي التماس لمصلحة فريق الشافعي هنا في هذا المشوار وامكانيات خط النار. يا ترى اي هجوم سيحضر يا ترى اي هجوم سيكون الاقوى سيكون الاحلى هنا في نصف النهائي الاول اوترو ولا الشافعي؟ من منكم سيصل للنهائي؟ من منكم ياخذ المقعد الاقلى؟ يا ابو الناس يا عز الناس هل ترى الامكانيه اليوم؟ هل تتابع بامكانيات كل فريق؟
هل تشاهد بوضعيات كل فريق هنا بهذا التوقيت؟ اللمسه والمتابعه، الكره الامكانيه، القوات الدفاعيه والهجوميه، لمسه عن طريق النهاري يعطي للكثير وبالعرضيه، ولكن الكره من الدفاع، لمسه من الدفاع، متابعه من الدفاع، يوصل عن طريق المهاري ايوه التسديده من بركات، لكن الكره خارج الاطار. اظهر مد الملعب بركات واكثر هداف سنجاوي واعلى تمريرات كريم ندى وامكانيات المهاره عبد المولى، من منكم يعطي الافضليه هنا في هذا اللقاء يا عادل ربيع. لمسه بالمتابعه بالامكانيه بوضعيه التسجيل. انا عايز الناس ترجع ولكن نرجع الناس تاني. كرة نرجع تاني، لمسة من تاني، اطلو يحاول يؤمن بالمكالمة، ترجع الكرة عن طريق بركات بلمسة يتابعها هنا امام الدفاع، لمسة من الحارس والكرة تصل بالاخيرة لمصلحة فريق اوترو، تحضيرات اوترو، لعبات اوترو، لمسات اوترو بالمتابعه الاستقبال، وصل الكره بنص الملعب هنا عن طريق بركات، احذر بركات نجم الامكانيه ونجم الحركات، هنا كريمه يعطي اللمسه لكن متابعه من الدفاع، سنجاوي يدي اللمسه عن الربيع، عبد المولى جون، مش ممكن سنجاوي يضيع الاولى، انقذ الاولى هنا بالمتابعه، ضيع اول كوره، ضيع اول لعبه، والكوره تصل عن طريق بركات، هذه تسديده واحده كوره لعبه، ولكن الختام العين، الختام ليست لاحد هنا في هذا التوقيت، والكوره تصل هنا بالمتابعه الى ركنيه. لو سمح الجميع خارج الخطوط، يا ريت كلنا نكون ورا الخط عشان الكاميرا تجيب كل الملعب وتجيب كل الامكانيه، يا ريت كلنا ورا الخط. لمسه متابعه كريم ندى عايز يعدي وسط الدايره، لكن متابعه من المره دي، المتابعه الاستكماليه، ادي الكره على طريق سنجاوي ولكن الكره غدرت، الكره بخطا، الصافره بخطا، الدولي عرفات يعطي امكانيه رمي تماس او خطا، هنا ترجع من ثاني، لمسه متابعه هنا من السنجاوي، ويا حبايب يا ريس كرة ومتابعة بإمكانيات الفريق الشافعي، هذه لمسة وتحيير، وهذه الكرة بحث عنها هنا، وهذه الكرة جون، مش ممكن على قائمة تصدي هنا في هذه البطولة بالرعاية الكبيرة دكتور حاتم الجندي ركيب الأطباء، وطبعا بإمكانيات دكتور محمد الشبراوي باسم النقابة الكبيرة، يتابع هنا رئيس النقابة ويتابعها بشكل كبير دكتور محمد الشبراوي المناشد والمناضل في إمكانيات هذه البطولة، بطولة الأطباء الأسنان، البطولة الرمضانية لهذا الموسم تحت التنظيم تحت الريادة لدكتور مصطفى الشافعي بإمكانيات الأوضاع اليوم. هل فريق الشافعي يصل إلى المراد؟ هل فريق الشافعي يصل إلى الختام؟ الفاينل ينتظر، الفاينل يتابع، هل الشافعي ولا أوترو؟ من منكم يعطي اللمسة الأولى؟ من منكم يعطي الختام الأول؟ من منكم يعطي الصناعة الأولى أمام المرمى؟ هذه الكرة، هناك حوار، إسلام خارج الديار. يا ريت لو الناس اللي هناك بعد إذنكم نبقى ورا الأجوان. إسلام ورفقائي اللي هناك نبقى ورا الحراس، يا هنا يا هنا. والناس اللي هنا ناحيتنا يا ريت ما حدش يعدي الخط، كده هتشوف يعني. كده أنت ورا الخط هتشوف. فعشان بس ان تبقى الامور احسن ويبقى التنظيم احسن، ولو في كره سريعه اللعيبه ما تخبطش في احد الجماهير يبقى فيها مشكله يعني. نتمنى الامور تمشي بسلامه النهارده ان شاء الله. نتابع ونستكمل، وكرات من جانب فريق الشافعي بالتحضير، متابعه المره دي توصل رميتها بس عدد سلبي في البدايه، لكن كانت فرصه من هنا وفرصه من هناك، لكن ما شفناش اهداف حتى الان. ولكن نصف النهائي لابد من فائز ولا بد من مغلوب، لابد من احد يستفيد. وهذه الكره الاولى، ولكن حارس المرمى هنا يتابع وينظر في هذه اللقطه، والكره تصل هنا بلمسه بمتابعه لمصلحه اوترو الذي يحاول بالسرعات. فريق اوترو بسرعاته بامكانياته يريد الوصول للمرمى بشكل كبير. الناحيه الثانيه فريق الشافعي بامكانيات التهديف عن طريق السنجاوي وعادل ربيع ورفقاء يريدون ان يصلوا كذلك
الى وضعيات التسجيل. كرة من ثاني، لمسة من ثاني، متابعة من ثاني بامكانيات وضعية هدف. من منكم يعطي الافضلية؟ هذه لمسة وتسديدة، لمسة وتسديدة، ولكن المرة دي خارج الاطار. كرة كانت متابعة، كرة بها الامكانيات، كرة بها الحيويات. من منكم يعطي الافضلية؟ هذه كرة من جانب الشافعي، الفريق الاخضر الان، الفريق الاحلى الان، ولكن هي من بركات. هذه لمسة هجومية، بركات وركات يلحقون وتعطية، ولكن الحارس يضربون 1-0 عن طريق الشرباطلي. شرباطلي يسجل الهدف الاول، يضع الهدف الاول، يعطي الابتسامه في اجمل علامه واحلى علامه هنا من جانب الشرباطلي يسجل، والجمل بامكانيات التحيه يعطي التحيه هنا بجوار امكانيات ناصر عطا الله ربكات. 1-0 لمصلحه اترو، 1-0 عن طريق الشرباطلي يسجلها، شرباطلي يفعلها. الاولى اتت بالراسيه بعد تسديده دفاعيه كانت من جانب الحراسات، ثم الراسيه الثانيه بالشباكه، ثم المتابعه الثانيه بالشباكه، اولى وثانيه والثالثه جول. 1-0 هنا عن طريق الفريق الاخضر، 1-0 لاصدقاء اسلام اترو بوضعيات التسجيل. 1-0 يا ساده. هنا الامكانيه الاولى وهنا الوضعيه الاولى كالعاده في هذا التوقيت لنتابع ونستكمل اي امور سنظهر فيها في الشوط الاول، اي امور سيتحدث بها الجميع في لقاء الان نصف النهائي من طب اسنان. 1-0 اترو عن طريق الشرباطلي، وما اجمل الشرباطلي في البدايه بعد انطلاقه للصغير المكير، بعد انطلاقه لصاحب الحركات والنقلات. بركات لمسه من بركات، لاعب بتصل انت وراه كرة من السنجاوي فريق الشافعي. هل هناك عودة؟ هل هناك ردة فعل؟ هل هناك إمكانية يقدر من خلالها فريق الشافعي أن يعود في الأرقام؟ مستر أسامة، هل هناك عودة في هذه الفترات؟ 1-0 حتى الآن، 1-0 هنا في هذا التوقيت. المتابعة الاستمرارية، هل هناك هدف ثاني في الحسبان من جانب اترو وربكا، ولا هدف أول يعاود الأمور والأرقام من جانب اللعيبة من جانب فريق الشافعي الفريق السماوي؟ المتابعة في هذه البطولة للعام الثاني على التوالي، يحاول الحرب الكبيرة امام الكثير من الفرق، يتابعها اليوم، يساندها اليوم. اترك اشعل اللقاء في البداية، اترك سجل البدايات عن طريق هدافه شرباطلي خلف بركات. لمسة ومتابعة من ثاني بامكانيات التسجيل هنا في وضعيات التهديد. الكرة والتحضير تتلعب امامية عالية، لكن متابعة المرة دي تصل الكرة لمن؟ تصل الكرة الى تماس هنا في هذا التوقيت. 1-0 لمصلحة فريق اترك، 1-0 للفريق الاخضر، 1-0 لاصحاب السرعات وامكانياتها. وهذه الكرة من ثاني، هذه اللمسة من ثاني، هذه المتابعة من شرباطلي لف ودار، يعطي الكرة لكن ما كملش المشوار، وترجع الكرة رمي تماس لمصلحة فريق الشافعي هنا في هذا المشوار. ولا خطأ؟ حكم اللقاء يشير الى خطأ، يشير الى خطأ لشرباطلي وقت التمرير، يشير الى خطأ في اللعبة. تصل الكرة بركات لمين؟ مش لحد المرة دي تماس بقى، المرة دي تماس هنا في هذه اللعبة لمصلحة فريق الشافعي. كرة عن طريق عبد المولى الانطلاقة هنا من بدة، وقت الكرة سنجاوي اين هي الحلول؟ هل على التسجيل ناوي؟ هذه اللعبة من ثاني، لم يمر لقاء الا وسجل السنجاوي، لم يمر لقاء الا وان يضع السنجاوي الكرة بالشباك. هل المرة دي في اهم لقاء واغلى لقاء في المشوار يا سنجاوي هل تسجل؟ هل تعطيك الافضلية بلمسات عادل ربيع؟ هذا ما نشاهده هنا في هذا اللقاء وفي هذه الافضلية. اترك مسجل هدف 1-0 عن طريق الشرباطلي، عن طريق عمر يضع الهدف الاول هنا في هذا المشوار. لقاء النصف النهائي الاول، لقاء نصف الحكايه. هذه اللمسه، هذه المتابعه، لكن تصل سهله عن طريق الدفاع، سهله عن طريق الامكانيات، وكره تعود مره ثانيه بصراع الوسط. لمسه من ثاني، هذا كريسبو يعطي كره بركات، لمسه من بيكو عدى، الحكم يقرر يقرر المتابعه استكمال هنا في هذا المشوار. كره ومتابعه من ثاني ولمسه من ثاني، عادل ربيع
تحضيرات ما زال يبحث عن تركيزه، يبحث عن تواجده بشكل التركيز وبشكل الصناعه وبشكل امكانيات اختراق دفاعي يطرو هنا في هذا المشوار اللعبه والمتابعه، لكن يبدو ان فيها خطا والمحاكم يتابع ان ليس هناك شيء في اللقطه الاخيره. هو صاحب القرار، هو صاحب القرار، سواء كابتن العرب غرفاضه كابتن محمد خالد، ثنائي في الميدان يتابع ويشاهد هنا في هذا المشوار. كريم ندى يرجع للخلف هنا عن طريق الحارس، لمسات نقلت من جانب لاعبي يطرب، هذه لمسه عن طريق الخبره، كريسبو بالمتابعه، سنجاوي يقطع، سنجاوي نجم بتروجيت، لعب لبتروجيت الفتره من الفترات، ولعب كذلك ليس منوده امكانيات الكثير من الانديه، ولكن اقدمها واعرقها والفريق صاحب الوصال اليوم في المحترفين للوصول لشكل اكبر للممتاز الموسم القادم. هذه اللعبه وهذه المتابعه وهذه الامكانيه وهذه السرعه وهذه البحث عن هدف وهذه الكره وهذه سنجاوي، لمسه من الصغيره، هذا الصغير النكير يعطي لمسه ويعطي متابعه، تصل الكره عن طريق بركات، مرتد بركات، وهذه الكره تسديده بعيده، تسديده بعيده هنا من يمين، فرصه كانت هي الاقوى، فرصه كانت هي الاعلى، هي الاحلى، ولكن الكره خارج الاطار. لمسه ومتابعه هنا في هذا المشوار، المتابعه المره دي عن طريق الاولاد الخضراء، خطا ومتابعه هنا في فريق أوترو صاحب الافضليه والتسجيل وصاحب اللمسه والتسجيل امام فريق الشافعي هنا في هذا المشوار. أوترو بالمشاركه الاولى والشافعي بالمشاركه المختلفه والمشاركات المتتاليه. نصف نهائي العام الماضي، هل المره دي يغير ارقامه؟ هل المره دي يتابع ارقامه؟ هل المره دي يغير الادوار والالوان؟ هذا ما نشاهد. كرة بمتابعة استكمال فريق الشافعي وامكانيات التسجيل قبل ختام وضعية الشوط الاول هنا في هذا المشوار. لنرى ونتابع امكانيات وضعيه هدف اول، هل يعود فريق الشافعي بامكانيات التعديل؟ هذه اللمسه والمتابعه، تصل الكره سنجاوي، لمسه سنجاوي تسديده ويعمل يتابع، والكره من ثاني عن طريق غزاله، وقت الكره سنجاوي بلمسه، سنجاوي بالمتابعه يكسب خطا في اللقطه الماضيه عن طريق السنجاوي، والكره تصل هنا امامنا ضربه حره، اتلعبت الكره فريق الشافعي، لمسه وتحضيره عن الربيع والتسديده، لكن يامن الكره للتماس، دبابه يامن هنا في هذا المشوار، دبابة هي من هنا في اطار المشوار في اللقاء الان. اطلب الكرة بقى، كرة بمتابعة استقبال، هذه السنجاوي والحكم والقرار استقبال ومتابعة خط النار، كرة عن طريق بركات، تسديدة من بركات، والكرة تصل الى ضربة مرمى. كابتن شرباسي، كابتن صبري، الاسماء كبيرة في عالم التدريب يحضرون للمتابعة الاستمتاع، يحضرون للمشاهدة وامكانيات المتابعة الرمضانية طبعا في البطولات الحرة، وزي ما قلنا قبل كده اسماء يتابعوها باولاد صنعوها واولاد يشاهدوها تحت الانظار وتحت عالم كرة القدم. هنا بمتابعة عن طريق عادل ربيع، لمسة بالثاني، كرة بامكانية، لمسة عن طريق عبد المولى، اين لمساتك يا عبد المولى؟ الكرة من جانب البدة، عبد المولى، هناك بدة غائب حاضر عن اللقاء، هل يكن حاضر اليوم؟ هل يحضر اليوم؟ بدة فريق أوترو ولا عبد المولى؟ وهذه الكرة الاولى والتسديدة الاولى، والكرة الى ضربة ركنية بامكانيات المتابعة، ركنية بامكانيات التحضير. هنا ترجع لمسه هنا عن طريق السنجاوي هذه العرضيه على الحارس، لمسه ترجع الكرة سهلة عن طريق حارس أوترو، لمسة والانطلاقة، ترجع بمتابعة، لمسة بإمكانية، هذه الكرة عن طريق عادل، هذه الكرة باللمسة، ولكن هنا المتابعة وضربة حرة، الحكم قريب يعطي خطأ وضربة حرة، هل هناك بطاقة ولا يكتفي بالتحذير؟ لا والله بطاقة باتجاه الشربطلي، هنا باتجاه الشربطلي يتابعها في هذا اللقاء الذي يبحث كل فريق عن الوصول للفاينل، الوصول للنهائي، الوصول لحمل الكأس، كل هذه الامور متاحه ومباحه باقدامهم. هذه اللعبه، هذه الانطلاقه، لمسه عن طريق الشربطلي، عطى هذه الكوره، ارجع لخطا، تابع لخطا، كوره بخطا من المنتصف، ظنا منه ان الكوره قد تمت لسبعه، تعال بطاقه عبد المولى في اللحظه الماضيه ولا عادل، سيان الكوره بخطا وضربه حره مصلحه الفريق الاخضر. يا أوترو، بامكانيات التسجيل
وضعيات التسجيل هنا في هذا المشوار. طلب ورفقاء اللقاء القادم امام حامل اللقب حمدي شلبي في لقاء بعد قليل، في لقاء بعد هذا الديربي. هذا الديربي الاول، هذا نصف الحكايه الاول بين اطرو والشافعي في نصف النهائي الذي يبحث منه كل فريق عن امكانياته، عن وضعياته، عن امكانيات الوصول للنهائي والفاينل للعام التالي هنا في هذا الموسم. دوري اطباء الاسنان بطوله نادي جزيره الورد، واحده من هنا واحده من هناك. وهذه لمسه من جانب عبد المولى، ولكن الكوره الى تماس الفريق الاخضر افضل نشاطا واكثر حيويه. امكانيات التسجيل لهدف ثاني، ووضعيات التسجيل لهدف ثاني. هذه اللمسه وتسجيل والدفاع، لمسه وتسجيل ودفاع هنا في هذا كوره ترجع بلمسه بمتابعه هنا في هذا التوقيت لتصل هنا امامنا. كرة عالية متابعة من الدفاع، ارجع من ثاني رمي تمس. شوط اول فريق الشافعي حتى الان لم يظهر بشكل كبير هجوميا، يحاول السيطرة على القيمة التي سجل منها الدفاع وسجل منها هدف، وحتى الان يبحث عن الثاني يا امير فريق اطرو. اللعبة والامكانية، هذه لمسة، هذا عادل ربيع يعطي عبد المولى سيطرة ولكن بدون لمسة هجومية، سيطرة ولكن بدون دفعة هجومية. لمسة من عبد المولى، الكرة وتحضيرها يعطي عادل، ولكن الكرة خارج الاطار. رمي تمس الفريق الاخضر متفوق. هدف مقابل لا شيء احرزه شرباطلي، وعلى الارض حارس المرمى نتمنى له السلام. والله جميل يقول التسديد ولكن مرس بجانب حارس المرمى. ريحه يلعب في دور اللاعبين. متابعة وامكانية ان يعطي الافضلية في اللقاء ما قبل النهائي. ما قبل النهائي الاول لقاء يعني متقارب نسبيا، متقارب بشكل كبير، ولكن اللمسه الاولى والقيمه الاولى الذي سجل منها الشرباطلي كانت لها الافضليه في امور الشوط الاول. حتى الان السنجاوي ورفقاء يسيطرون على الكره، ولكن لم يضعوا اي هدف، لم يضعوا امكانيات التعادل، لم يسجلوا حتى الان. هذا عبد المولى ورفقاء، هذه اللمسه لكن مقطوعه، ترجع الكره عادل ربيع، لمسه من دونه يعطي لمسه، ترجع كره نجم البترو، هذا الانطلاقه، هذه سنجاوي. هل هناك شيء؟ الكره في الختام الى رمي تماس لمصلحه فريق الشافعي. 1-0 لمصلحه اطرو. الشوط الاول قريب من الختام، الشوط الاول قريب من النهايات. اطرو بعد ان عمل لقاء ومعركه كبيره في دور الثمانيه امام فريق سويس الذي حارب وكان من افضليات الفرق. وادي كوره كريم ندى، وادي الكوره بالتالي يا منا، كوره قويه، قنبله صاروخيه، تسديده ولا اقوى ولا من يمنا، ولكن الله عليك يا وليد، الله عليك يا ولد. حارس مرمى باقتدار يتصدى للكره على طريقة كبار حراس اليد هنا في اللقطة الأخيرة. لا تقول لي نير ولا ترشتجن، هنا وليد يتصدى الكرة أحلى. هذه المتابعة وهذه الكرة، ولكن المتابعة تصل بالأخيرة ضربة مرمى. ذكرتنا بكرة نير أمامنا رونالدو في دوري الأبطال اللي كان سددها كذلك بقوة، ولكن حارس المرمى الكبير كان متصدي بشكل رائع. يعود وليد ويتصدى لقنبلة التسديد في اللقطة الماضية أمام يامن، والكرة بالمتابعة الاستكمال هنا لمصلحة فريق اطرو. الشوط الأول هل يكتفي بالهدف الذي سجله شرباطلي؟ الشوط الأول هل يكتفي بوضعيات التسجيل التي ختمها شرباطلي، ولا فريق الشافعي ممكن يغير الأرقام؟ هذه كريم ندى، هذه المتابعة الانطلاق لكن مقطوعة. التعادل ضاع، التعادل يضيع، التعادل يضيع. بركات انقذها قبل المرمى، انقذها قبل الشباك، يضيع عبد المولى هنا فرصه التعادل، وتعود الكره من ثاني لاولاد الشافعي. لمسه من ثاني، متابعه من ثاني، تصل الكره عن طريق السن، هنا السنجاوي، هنا السنجاوي. تعال على فين؟ يامن قال له ما عنديش حلول غير كده، ما عنديش رؤيه غير كده عشان اوقف الصغير النكير. وحكم اللقاء قال له كذلك ما عنديش قرار غير البطاقه في اللقطه الماضيه.
وضربة حرة لمصلحة فريق الشافعي. هذه السنجاوي، هذه الكرة السريعة، هذه اللمسة، هذه المتابعة، هذه الكرة لكن مرت هنا والمتابعة استقبال محاولات هجومية مع الدفاع لتصل إلى تماس وإمكانيات التماس ووضعيات التماس. من يعطي الأفضلية؟ هل الفريق المتأخر أم الفريق صاحب الأفضلية؟ هذه لمسة على طريق عبد المولى، عايز يعدي، عايز يمر، يعطي كرة لكن سهلة ختام الشوط الأول. عبد المولى الرفقاء لم يقدروا على التسجيل. اترك على صاحب الأفضلية في الشوط الأول 1-0 على طريق اوتلو. شرباتلي سجل الهدف ولكن فريق الشافعي يستحوذ بدون عودة. ننتظر للحظات ونعود للشوط الثاني. نرجع من ثاني ونتابع من ثاني باستكمال امكانيات الشوط الثاني. وهنا كرة بمتابعة واستكمال لوضعيات الشوط الثاني. نكمل نصف النهائي الأول الجامع بين فريق اوترو وفريق الشافعي. 1-0 انتهت احداث الشوط الأول، 1-0 انتهت نصف الحكاية، نصف الحكاية ألا وهو نصف الشوط في نصف النهائي الأول انتهى بهدف لمصلحة الشرباطلي ورفقاء. هنا النصف الثاني نكمله من نصف نهائي اول جامع بين الشافعي وفريق اوترو. هنا في هذا اللقاء اوترو الذي دخل البطولة لأول موسم بهذه التشكيلة بهذه الأمور يتابع بإمكانياته بوضعياته على المحافظة على الوصول لإمكانيات أفضل وأحلى في هذه البطولة. والشافعي المناضل في كل بطولة يحاول أن التسديد بالمتابعة وأن التسديد بالإمكانيات لكن الكرة هنا في هذه اللقطة على ما تكون رؤية جديدة في البث. هنا هذه المتابعة من ثاني السفاح ورفقاء. الكرة عن طريق عبد المولى لعبة أمامية لكن توصل سهلة هنا بإمكانيات الحفاظ على تسجيل هدف لوضعيات هدف. اسلم راسك يا كريزمو، يلا عليك يا ولد، يلا عليك يا ولد. الهدف الثاني عن طريق الراس، يسلم الراس، يسلم صاحب الراس. هنا كريزمو يسجل الثاني، هنا كريزمو يضع الثاني، واحدة عن طريق الشرباطلي والثانية بالراس وباحلى الراس. هنا يا كريزمو، يا كريزمو هدف ثاني على الطريقة الجميلة، هدف ثاني من روحة الزمن الجميلة يسجلها كريزمو. البوكس الثالث، الشوط الثالث الدفاع اوترو ينتفض، اوترو ينتفض هنا بإمكانية يسجل هنا اوترو الهدف الثاني عن طريق كريزمو في هذا المشوار واتى والكرة اتت هنا من جانب كريزمو ورفقاء. هذه اللعبة من ثاني فريق اوترو من ثاني وهذه يامن من الزينة لكن سهلة هنا الحادث. ياه على الكرة، ياه على الكرة وضعيتها، ياه على الكرة بما فيها بامكانياتها بوضعيات التسجيل في لقطة اولى وثانية. وضعية الكرات امكانيات التهديف، سجلوا هدفين، واحدة كانت عن طريق الشرباطلي والثانية كانت بامكانيات اوترو عن طريق كريزمو بالراسية. عامل ايه؟
اللقطه والمتابعه. ينزل مصطفى الشافعي يكمل معانا الالوان والارقام. ينزل معانا مصطفى يكمل هنا. يا ترى يا دكه هل هناك امكانيه افضل؟ هل هناك وضعيه افضل في هذا المشوار؟ 2-0 حتى الان. ميحا يوم من جديد، ميحا يوم من جديد بيجي على نفسه ميحا. هنشوف فريق الكريمه تعالوا من جديد عشان خاطر ولا فاول لفريق الكرة الانطلاقة من ثاني، متابعة من ثاني. يا هل ترى يا ترى يا هل ترى إلى أين سنذهب بالشوط الثاني أيها الرفقاء؟ إلى أين سنذهب بالشوط الثاني أيها المستمعين والمشاهدين؟ الشوط الأول انتهى بهدف، الشوط الثاني بدأ بهدف لتصبح النتيجة هدفين لمصلحة أوترو. وما أدراك ما وضعيات أوترو. أوترو يضع قدم نحو النهائي، أوترو يضع قدم وإن كان لم ينتهي بعد نحو اتجاه النهائي. فريق الشافعي لم يجد الحلول الهجومية حتى الآن. فريق الشافعي يحاول بكل الإمكانية أن يضع الوضعية الهجومية تحت الضغط هنا أمام أولاد أوترو في هذا المشوار. اللعبة والمتابعة، الكرة الإمكانية يامن ورفقاء تصل الكرة عن طريق صاحب الهدف الثاني. ما أجمل الثاني يا كريسبو، لمسة عن طريق بركات صاحب المشوار وصاحب الحركات. تصل الكرة الى المنتصف، خطأ وضربة حرة هنا في هذا المشوار. 2-0 بالنتيجة. أوترو وضعيات التسجيل، هذه المتابعة من ثاني، هذه اللمسة بإمكانيات التسجيل. 2-0 حتى الآن لمصلحة فريق أوترو أمام فريق الشافعي. اللقاء القادم ضرب نار، اللقاء القادم خارج خطوط المشوار، لقاء يجمع بين حمدي شلبي وعلي غزالي والرفقاء بعد قليل. كرة بمتابعة، لمسة من ثاني عن طريق عبد المولى، تتلعب الكرة علي ربيع، يدي الكرة ترجع من ثاني، عادل يوصلها يتابعها، غزال بالانطلاقه، عدى غزال يعطي تمريره، لمسه سنجاوي ينقل عن طريق عادل، هذه لمسه من عادل ربيع. اختراق الدفاع، يا ترى يخترقون فريق أوترو ولا الدفاع يكون افضل؟ هذه سنجاوي، هذه اللمسه. كريم نادى في الخطوط، قافل الارقام، ولكن فريق الشافعي يحارب الوقت ويحارب الامكانيه، يعني يسجل هدف يكون له الافضليه ويعود في اطار النتيجه اذا اراد في هذا المشوار. هذه اللعبه من ثاني، لمسه عن طريق عادل، يعطي السنجاوي، بدا ينزل ويحرك الامور. هذه اللمسه وهذا التحضير وهذه المتابعه، تصل عن طريق عادل لفوزار، يكسب خطا في هذا المشوار، يكسب خطا عادل ربيع. تتلعب الكره سريعه، لمسه من ثاني، متابعه بامكانيات التسجيل، لكن الكره تستكمل. ولا يوسف فريق وقت الكبور ده مفيش حاجه ايه هي يا ابني والله اللي قلت لك، والله العظيم شايف ايدك وهي بترجع بتعمل كده اهو بسرعه. انت مالكش ترجع بلمسه من ثاني، كرة ترجع بلمسه من ثاني، وادي فريق الشافعي يحاول ان يضع في رصيده اجمل الاماني. اذا سجل هدف فريق الشافعي ربما بشكل كبير. اللهم بارك. ثواني بقى اضرب يلا يا جماعه. شربت لي نتابع ونستكمل، والناحيه الثانيه ان شاء الله تعدي على خير. نرجع مع بعض. ادي اللمسه من الثاني، كره على طريق بركات، عدى بركات، ولكن الكره في الاخيره رمي تماس. بتلعب الكره تصل عن طريق عبد المولى، ادي الكره سريعه، ادي اللمسه حلوه سنجاوي، لكن الكره خارج الاطار من جانب السنجاوي، وتصل الكره لضربه مرمى، تصل عن طريق يامن ينقل الكره، يتابع تسديده قويه هنا من يامن، ولكن وليد بامكانيات الحراسه يدافع عن المرمى. يا وليد، تلقت شباكك هدفين، تلقت الشباك هدفين، وبالتالي الامور في هذا المشوار
وفي خط النار، وضعيات كبيرة بإمكانيات كبيرة كان قد ألقاها أوترو ووضعها أوترو بشكل كبير في هذا المشوار، ولكن فريق الشافعي يحاول، وأي محاولة ستحتاج إلى جهود كبيرة، أي إمكانية ستحتاج إلى ضعف مجهوده ليظهر بإمكانيات التسجيل أمام دفاعات أوترو. لمسة عن طريق مصطفى، نقلة من مصطفى، ينقل الكرة، يتابع كرة، تصل الكرة عن طريق الأولاد، عاد الربيع برفقاء، لمسة لم تستقبل ولم تقبل حتى الآن، تعود الكرة عن الربيع، لمسة من ثاني عادل، يعطي الكرة عبد المولى، يا ترى على فين يا عبد المولى في هذا المشوار، لمسة بإمكانية كرة بلمسة أمامية، تصل الكرة عن طريق الشافعي بالدفاع، تعود الكرة مرة ثانية على الربيع، عاد عبد المولى لكن مخطوفة، يتابع فريق أوترو أن يحافظ على إمكانيات التسجيل، يسجل هدفين جميل وبالتالي يريد الحفاظ عليهم هنا في الشوط الثاني. فريق الشافعي لو سجل هدف هيشعل ما تبقى من القيمة التهديفية، هيشعل ما تبقى من قيمة التسجيل وقيمة الأرقام والتوقيت القادم. لمسة عن طريق السنجاوي، يا سنجاوي أول مرة لحد الآن لا تصل للمرمى بالشكل المطلوب يا سنجاوي أنت وربكاء. لمسة متابعة مقطوعة، يامن له الأفضلية، ترجع الكرة بركات، لمسة من بيكو، هذه بركات عدت منه وصلت هنا إلى رمي التماس لمصلحة الأولاد. كرة ولمسة هنا عن طريق عادل، لمسة من عادل ربيع، عايز ينقل كورته وينقل امكانياته في الجبهه الهجوميه. عبد المولى ينقل كوره عادل ربيع، ولكن الدفاع من ثاني مصطفى الشافعي يعدي، مصطفى يكمل، عدى القرار باستمرار، وتعود الكوره من ثاني عن طريق بركات، لمسه من بركات ينقل ملعبه، كرة سهلة، أولاد أوترو يريدوا أن يضعوا الهدف الثالث، ثاني التسديد ولكن في الشبكة الخارجية هنا من كريم، وتصل الكرة سهلة ولمسة بمتابعة لأولاد الشافعي، لمسة سنجاوي متابعة من السنجاوي، اختراق من السنجاوي، تتلعب الكرة عادل ربيع، لمسة من عادل يعطي سنجاوي، يحتاجين لسرعة بالتمريرة لكي يخترقوا الدفاع المغلق حتى الآن، دفاع الفريق أوترو، ودي اللمسة الأولى من عتاني، من على القائم الثاني يتابع، من على القائم الثاني يشاهد، الجميع يشاهدها كمثل الجماهير، وبالتالي الكرة تصل سهلة إلى ضربة مرمى لأولاد الفريق الأخضر، ثنائية بالتسجيل، وضعين الأفضلية، والبحث عن الثالث إذا وضع ستكون الأمور خارج الإطار، إذا سجل الثالث ستكون الأمور خارج الديار، وبالتالي فريق الشافعي هذه فرصة لفريق الأزرق، فريق الشافعي لكي يسجل هدف، يعاود مشواره، يرجع أموره ويرجع قراره. هذه لمسة سنجاوية، لمسة تسديدة ولكن مش معدية، حارس المرمى كان بتصدي وكانت له الأفضلية، الكرة إلى ضربة ركنية. لمسة المرة دي متابعة من فريق الشافعي، عاد ربيع والسنجاوي وربكاء، تتلعب الكرة مصطفى، لمسة من عادل لكن ترجع بالدفاع، يروح على طريق غزال، لمسة تحضيرة، هذه كرة من محمد، يلعب كرة أمامية على فين؟ على السنجاوي، يبحثون مع عادل، كرة عبد المولى جول! الحارس أمام عبد المولى ينقذ الكرة، وكل هذا أولى، هذه كرة على طريق إسماعيل عايز يعدي، قاطع الولد، والكرة إلى رمي تماس لمصلحة فريق. دقيقة للهدوء، ناخد دقيقة استراحة ونرجع ونكمل في الشوط الثاني، 2-0 في النتيجة، دقيقة ونعود لنستكمل. احنا ماركة تسالي شوية كافي ميكس.
نرجع مرة ثانية ونتابع بعد دقيقة الاستراحة. هل تكون الاستراحة مفيدة لفريق الشفعة الذي يريد العودة ولا تكون الاستراحة لأصحاب الأفضلية وأصحاب الثنائية حتى الآن؟ هوترو في نصف النهائي متقدم على فريق الشفعي بهدفين مقابل لا شيء هنا في هذا اللقاء. هذه المتابعة، هذه اللمسة، هذه اللعبة، هذه الإمكانية، هذه الكرة العالية لمين معدية؟ مش معدية غير للدفاع. ترجع الكرة بالثاني، بركات يتابعها 2-0 بالنتيجة بنسبة كبيرة وبخطوة كبيرة. يأخذ فريق أوترو خطوة للهجوم وخطوة لوضعيات الكرة الهجومية. أحب أقول لك نبذة وأحب أقول لك وضعية إن معظم فريق أوترو كان بيلعب لقاء منذ لحظات أو منذ قليل، ولكن الحالة المدنية واضحة وكبيرة حتى الآن. وهذه الكرة ولكن الدفاع، هذه الكرة ولكن الدفاع، والكرة تصل إلى أمامنا رمي تماس. حتى وإن كان لفريق الشافعي أو لفريقه لعب لقاء قبل هذا اللقاء، ولكن الحالة والتركيز ووضعيات الكرة في الشباك لم تكن بالشكل المطلوب النهارده ولم تكن بالشكل الكبير. لذلك الحالة التهديفية قد تنهى بشكل غير مبرر وشكل غير معتاد من جانب فريق الشافعي هنا في هذا اللقاء. الكرة المتابعة واللمسة والإمكانية ووضعيات هدف لعل الأسبقية أن نشاهد ونتابع في هذا التوقيت. يا ترى هنا بإمكانياته يا جمال يا رفقاء يا المشاهدين يا المتابعين، هل هناك هدف قادم لفريق الشافعي؟ نشاهد ونستمتع الكرة والمتابعة هنا في هذا اللقاء. نصف النهائي، نصف النهائي وما أدراك ما نصف النهائي. اللعبة والمتابعة والكرة هنا، الكرة على طريق اللاعب عادل الربيع يعطي غزال، غزال يا أسامة هل يسجلها ولا كريم لنا ربكاء يضعون الكرة بإمكانيات الصدارة. كريسبو هو اللي وضع الهدف الثاني. يوصل الكرة العالية ولكن الحارس كريسبو عملها بالراس، وما احلى الراس لابن المنصور البار. كرة باللمسة هنا على طريق ابن المنصور الاخر، نجم بالمهارة هنا على طريق بركات، لكن متابعة هذه اللمسة هذه عبد الربيع هل يسجل وتسديد والحارس يا ولد يبكي على الامور، الحارس يبكي على قيمة التسديد وقيمة الوضعية وقيمة امكانيات التسديد في هذا المشوار. تصل الكرة في الاخير عن طريق عبد المولى، اللمسه من عبد المولى الى الكرة عبد الربيع، شاهد يا ناصر وهذه التسديده وهذه الثانيه بالتالي، ولكن دفاع يوترو يدافع ويحارب ليصل للنهائي، يحارب ليصل للنهائي امام ناصر عطله وبكاء يشاهدون ويستمتعون. هل هناك هدف ثالث في الميدان ولا هدف اول يخلص الفارق ويضعنا بامكانيات الافضل؟ كريسبو صاحب الافضليه بالهدف الثاني، كريسبو صاحب الامكانيه والتعبيد، يغادر الان وينزل اسماعيل، من يعطي هذه كره سجاوي، تحضير ولكن ما تكفلش. يرجع الكره من ثاني، لمسه ومتابعه لكن مرتدات، ترجع الكره سهله، يبدو يا حاج ناصر ان اوتو بالنهائي، ولكن هنا الكره هنا المتابعه هنا اللمسه هنا عن طريق عبد المولى للانطلاقه والبحث عن تسديده. يرجع من ثاني هنا عن طريق السنجاوي، هل هناك هدف سنجاوي؟ لمسه سنجاوي وخطا، لمسه بالسنجاوي وخطا هنا في هذا المشوار. وترجع الكوره ضربه حره بمتابعه من الفريق صاحب امكانيات العوده. هل لديك عوده في هذا التوقيت؟ فرصه ومتابعه وكوره بامكانيه، رايح فين يا ابو علاء؟ شاهد الكوره الاخيره والتسديده ولكن متابعه مره من بركات. ترجع الكوره عبد المولى، هناك خطا، هناك لمسه، هناك متابعه. كرة لمسه هنا من عبد المولى، عايز يخترق الدفاع ولكن الدفاع يترك كان اقوى، كان اقوى في هذا اللقاء وفي هذا المشوار. اترك فعل وعمل في اللقاء ما يريد، سجل هدف، دافع شويه وبعد كده رجع والخطف الثاني وفضل مدافع الى هذا الوقت. لذلك فعل ما يريد من اللقاء، خرج من اللقاء بما هو مطلوب، لا يريد استحواذا ولا سيطره ولا نقل كره، يريد فقط الهدفين ويريد فقط قيمه التسجيل وهي الوصول للنهائي. وها هو حدث له امكانيات التسجيل وامكانيات الوضعيه. 2-0 لمصلحه فريق
2-0 لمصلحة فريق اوترو هنا في هذا المشوار. هذا عبد المولى يحاول الوصول، ترجع الكرة سنجاوي اللمسة المتابعة بإمكانية، هل يبحث السنجاوي عن وضعية هدف، لكن تعود الكرة بلمسة، تعود الكرة بالإمكانية، يدعى عن طريق عبد المولى، اللمسة لعادل ربيع، لو يرجع الكرة من عادل، وقت الكرة عبد المولى، يا ترى الثالثة لمين؟ الثالثة المراد الغزالة، هل هذا هناك هدف في الطريقة؟ هذه عادل وهذه التسديدة، ترجع الكرة من محمد سهلة إلى حارس المرمى وليد، لمسة من وليد. كرة لمسة متابعة إمكانية محاولة تسجيل ولكن الكرة خارج الإطار. بشفت النار كلنا حاجة كرة ترجع من ثاني، لمسة متابعة من فريق الشافعي، وهذه إمكانية تسديد في آخر ما تبقى من اللقاء والتسديد، ولكن الدفاع هو سر الإمكانية النهارده. دفاع فريق اوترو هو سر الحصول والوصول على الإمكانيات الكبيرة في الوصول للمرحلة الكبيرة، ألا وهي مرحلة النهائي. المشاركة الأولى واللعبات الأولى كانت لها الأفضلية لكريسبو وربكا للوصول للنهائي الأول. أمامهم لقاء قادم، لقاء نهائي مبكر بعد لحظات بين حامل اللقب حمدي شلبي بامكانيات ربكاء بيبو وحماده والاولاد العجمي وامكانياتهم امام لقاء الشباب ولقاء العناصر الكبرى واولاد الميني فوتبول علي غزالي وربكاء. بعد هذا اللقاء لقاء النهائي المبكر لحظات وننطلق معه. لقاء النهائي المبكر لحظات وسوف نذهب على المدعكه الكرويه التي ستحدث بعد هذا اللقاء. هذه الكره من ثاني، هذه المتابعه من ثاني، هذه اللمسه من ثاني، هنا عن طريق عادل ربيع وختامات اللقاء. عادل عبد المولى لاول مره فريق الشافعي لم يقدر على الوصول للمرمى، لم يقدر على اهتزاز الشباك رغم وجود الاسماء، رغم وجود الاولاد، ولكن ليس كتركيز كل يوم، هنا من جانب الاولاد في لقاء الان. الكره واللمسه واللعبه والمشاهده وامكانيات وضعيه هدف وامكانيات تسجيل هدف، لعل اقتراب، لعل لامكانيه تسجيل والدفاع يا احمد. دفاع اوترو كان كلمه السر، الدفاع وامكانيات الحفاظ هو كلمه السر اليوم لفريق اوترو والولاد. وهنا حكم اللقاء بصافره وخطا قبل صافره الختام بلحظات. هذه اللمسه، هذه المتابعه، هل يمنعها في اللقطه الاخيره وامكانياتها للغرة ونتابع هنا في هذه اللحظات والمشاهدات في ختام نصف النهائي الاول. لنشاهد ختام نصف النهائي الاول، لنشاهد ختام نصف الحكايه الاول. اوترو بامكانيات الكبار يحاول الوصول للنهائي، يحاول ان يضع قدم في النهائي هنا في هذا المشوار. ترجع الكره بتسديده ولكن الكره بدوار القائم الى ضربه مرمى في هذا التوقيت. ضربه مرمى تتلعب، فريق الشافعي اماميه، دركات بالدفاع ورميه وكوره للتماس، توسع في ختام اللقاء ايها الساده. وفريق اوترو ما زال صاحب الافضليه بالتسجيل، كوره عاليه سهله توضح لك مدى عدم وجود عمق هجومي في هذا المشوار. تحدثنا في لقاءات كثيره عن الهداف السنجاوي، وتحدثنا في لقاءات كثيره عن الامكانيات بالاختراق من عادل ربيع وعن صاحب اللمسات عبد المولى، ولكن الثلاثه اليوم لا نجد اي اختراق حقيقي على المرمى، لا نجد اي كوره حقيقيه على التسجيل، وكوره اخيره ولعبات اخيره ولمسات اخيره، واوترو صاحب الافضليه حتى الان، ثنائيه بالتسجيل مقابل لا شيء حتى الان من جانب اولاد الشافعي. وهذه تسجيله ولكن بدوار القائم. يا ترى يا حاج ناصر هناك اختلاف في اللقاء القادم؟ اعتقد صافره الختام اوترو بالنهائي. اوترو اول المتاهلين هنا في هذه البطوله للنهائي، اول المتواجدين لحمل الكاس.